السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قبل الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله أبدا أبدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايبي طلاب الثانوية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله نكمل مع بعض في المراجعات الياسينية الشاملة. لو انت أول مرة تسمعني فإحنا بدأنا البيولوجيا الجزيئية الحصة اللي فاتت، وخلصنا الدرس الأول بكل أفكاره، وبإذن الله هنبدأ المرة دي بالدرس الثاني. ولكن خليني أنبه على حاجة بسيطة جدا، ان في كمية افكار في الدرس التاني معتمدة على الدرس الاول. فلو انت اول مرة تسمعني يا ريت ترجع وتسمع حل الدرس الاول بالكامل، لان كل حاجة في الدي ان اي والار ان اي مبنية على بعض. فلو انت مش فاهم الدرس الاول هتلاقي نفسك في كمية حاجات مش فاهمها في الدرس التاني برضو. فيا ريت نسمع كلام يا جماعة ونرجع نسمع الدرس الاولاني. ويلا بينا نبدأ على بركة الله الدرس التاني من البيولوجيا الجزيئية. السؤال الأول بيقول: ادرس المخطط الذي يعبر عن تركيب جزء من دي ان ايه، ما الذي تعبر عنه الحروف س وصاد ولام على الترتيب. الأول يا جماعة دوت جزيء دي ان ايه عبارة عن هيكل سكر الفوسفات ناحية بره، يعني سكر خماسي الكربون أو سكر الديوكسيريبوز ومعاه مجموعة فوسفات، وناحية جوه اللي هو موجود ناحية جوه دوت القواعد النيتروجينية. طيب يا دكتور، رقم س ده أو س ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن السكر الخماسي أو سكر الديوكسيريبوز. طيب ليه يا دكتور مش رقم لام او الابيض ده هو اللي بيمثل السكر؟ لان يا دكتور احنا معانا سكر الديوكسيريبوز ده بيكون متصل بمجموعة الفوسفات عن طريق ذرة الكربون رقم 5، وبيكون متصل برضو من ناحية جوه بالقاعدة النيتروجينية عن طريق ذرة الكربون رقم 1. إذا بالتالي اللي بيكون متصل بالحاجتين أو اللي بيكون مربط أجزاء النيوكليوتيدة ببعضها اللي هو سكر خماسي الكربون. لكن مجموعة الفوسفات هي جاست بتكون متصلة بالسكر الخماسي. حلو الكلام. يبقى رقم لام دوت بيعبر عن مجموعة الفوسفات، ده مجموعة الفوسفات لأن هي متصلة بجزيئات السكر بس. ورقم س ده لأنه هو متصل بالقاعدة النيتروجينية ومتصل بمجموعة الفوسفات هيعبر عن السكر الخماسي. يبقى بالتالي رقم ع ورقم ص دي القواعد النيتروجينية. يبقى لو جينا نبص على الإجابة الصح، رقم س ده قلنا إن هو سكر خماسي أو سكر الديوكسيريبوز، ورقم ص ده بيعبر عن قاعدة نيتروجينية، ورقم لام ده بيعبر عن مجموعة الفوسفات. يبقى الإجابة الصح سكر ديوكسيريبوز، قاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات. ما نوع الروابط بين ص وعين؟ ص وعين ده اتفقنا ان هي قواعد نيتروجينية. الروابط بين القواعد النيتروجينية دايما بتكون عبارة عن روابط هيدروجينية، يا اما ثنائية يا اما ثلاثية. يبقى نوع الرابطة رابطة هيدروجينية. ما الصيغة الكيميائية للجزء س؟ اتفقنا بقى ان الجزء س دوت عبارة عن سكر خماسي سكر الدي اوكسيريبوز. لو انت مش عارف دي اوكسي دوت يعني حاجة منزوعة الاكسجين. الاول انت عارف ان الصيغة بتاعت السكريات عموما او السكريات الاحادية بتكون عبارة عن CN H2N ON. يعني ايه الكلام دوت؟ هي نفسها C نون H2 نون O نون. نون دوت او ان ده عبارة عن عدد ذرات الكربون. احنا هنا بنتكلم ان هو سكر خماسي صح؟ يبقى C5 H2 نون يبقى 2 في 5 H10 ومعانا O5. طيب احنا هنا بنقول ان هو مش سكر خماسي، لا هو سكر خماسي ولكن منزوع الاكسجين، يعني شلنا ذرة اكسجين، قللنا عدد جزيئات او عدد ذرات الاكسجين بمقدار واحد. يبقى الصيغة بتاعت النهائية تبقى C5H10O4 سكر الديوكسيريبوز وليس سكر الريبوز. يبقى الإجابة الصح C5H10O4. لأن احنا بنتكلم عن الدي ان ايه، بنتكلم عن الديوكسيريبوز، بالتالي قللنا ذرة أكسجين. السؤال اللي بعد كده بيقول: الشكل الذي أمامك يوضح جزء من دي ان ايه، افحصه ثم أجب. ما الخطأ أو الأخطاء في الشكل المقابل؟ طيب يا جماعة، لو احنا جينا نبص على الرسمة هنلاقي ان احنا معانا شوية قواعد نيتروجينية. تعال نكملهم مع بعض. دلوقتي معانا ده الأدينين، انت عارف ان هو بيتصل دايما مع الثيمين، يبقى الاي بيتصل مع التي. طيب فين الثيمين معايا تاني؟ نفس الرسمة هو تبقى ده ثيمين او نفس الشكل يبقى ده الثيمين. طيب انت عارف برضو ان الجوانين دايما بيتصل مع السيتوزين دوت سيتوزين، ده نفس الشكل يبقى ده سيتوزين برضو، وده نفس الشكل يبقى ده سيتوزين برضو. تعالى بقى نكمل بقية القواعد اللي ناقصة. السيتوزين بيتصل دايما مع الجوانين، مفيش اي مشكلة خالص، السيتوزين دايما بيتصل مع الجوانين. طيب هنا معانا ثيمين بيتصل المفروض بالادينين، لكن هل اللي معاك ده ادينين؟ هل رقم 2 ده ادينين؟
ده كده صيمين برضو لان هو نفس الشكل ده بيمثل صيمين حسب الرسمة اللي معانا يعني. فيبقى هنا ده صيمين، وبالتالي دوت غلط لان ما ينفعش الصيمين يتصل مع الصيمين، يبقى رقم 2 ده غلط. طيب تعالى نبص على الروابط الهيدروجينية. ال A بيتصل مع ال T برابطة ثنائية، وال C مع ال G برابطة ثلاثية، ودوت غلط قلنا. وال C مع ال G برابطة ثلاثية، وال C مع ال G برابطة ثلاثية، فيبقى هنا دوت غلط برضو لأن اللي ظاهر معايا إن دي رابطة ثنائية. يبقى الإجابات الغلط اللي معايا أو الحاجات الخطأ اللي في الشكل اللي هو دوت رقم 2 ورقم 4، لأن الروابط الهيدروجينية مرسومة غلط. يبقى رقم 2 و4 دوت الإجابات الغلط أو الأخطاء اللي موجودة معانا في الشكل. الشكل الذي أمامك يمثل جزء من تركيب DNA، افحصه ثم أجب. ما الذي يمثله صاد وسين على ترتيب؟ طيب يا جماعة، صاد دوت عبارة عن حلقتين، ادي حلقة ودي حلقة، يبقى ده بيورينات. والبيورينات اللي أنا عارفها الأدينين والجوانين. طيب سين دوت عبارة عن حلقة واحدة، يبقى ده البيريميدينات اللي هو المركبات ذات الحلقة الواحدة اللي أنا عارفهم السيتوزين والصيمين. حلو الكلام يا دكتور. طيب أنا أختار من فين الأدينين ولا الجوانين، واختار من فين السيتوزين ولا الصيمين؟ أقول لك لو احنا جينا نبص هنلاقي إن احنا معانا رابطة هيدروجينية ثنائية، بالتالي الحاجة الوحيدة اللي تنفع معايا الأدينين والصيمين، لأن السيتوزين والجوانين عبارة عن 3 روابط هيدروجينية. يبقى الإجابة الصح اللي هتنفع معايا اللي هو الأدينين والجوانين، الأدينين قصدي والصيمين. يبقى الإجابة الصح رقم 2. السؤال اللي بعد كده بيقول افحص الأشكال س وصاد وعين ولام ثم أجب. ما الترتيب الصحيح حسب وجودها داخل الخلية من الأكبر إلى الأصغر حجما؟ طيب يا جماعة، احنا عارفين إن أكبر حاجة معانا النواة جواها نوية وشوية كروموسومات. أخدنا كروموسوم وكبرناه بقى بالشكل دوت. وانت عارف ان الكروموسوم عبارة عن DNA وبروتين، الكلام ده أخدناه في أول درس. طيب هو عبارة عن DNA وبروتين، يبقى أكيد DNA أصغر من الكروموسوم، لأن أصلا الكروموسوم عبارة عن DNA وبروتين. إذا الوحدة الكبيرة اللي معايا الكروموسوم، لما نيجي نفصصها شوية هنلاقيها عبارة عن DNA وبروتين. يبقى الأصغر حجما معايا بعد كده DNA. بعد كده هنصغر شوية هتلاقي ان DNA عبارة عن شوية نيوكليوتيدات. يبقى النيوكليوتيد ده أصغر حاجة. يبقى لو جينا نرتبها رقم 1 النواة أكبر حاجة، بعد كده الكروموسوم، بعد كده رقم 3 DNA، وأصغر حاجة معانا النيوكليوتيدة اللي هي رقم 4. يبقى لو جينا نرتب من الأكبر إلى الأصغر حجما، لام دوت أكبر حاجة، وبعديها صاد، وبعديها سين، وبعديها عين. يبقى الإجابة الصح رقم باء. السؤال اللي بعد كده بيقول عينة DNA أو لولب مزدوج تمثل 4/10 لفة، جميع القواعد توجد في الشريطين. ما مجموع عدد حلقات القواعد النيتروجينية في العينة؟ طيب يا دكتور، عاوزك تعرف إن في فرق بين عدد حلقات القواعد النيتروجينية وعدد القواعد النيتروجينية. يعني لما أقول لك مثلا إن أنا معايا قاعدة بيورينات أو قواعد نيتروجينية ذات حلقتين متصلة مع قاعدة بيريميدينات أو قواعد نيتروجينية ذات حلقة واحدة، ساعتها تيجي تقول يا دكتور عدد القواعد النيتروجينية دي 1 اللي هو ذات حلقتين، و2 اللي هو ذات حلقة واحدة، يبقى مجموعهم 2. لكن لما أقول لك عدد الحلقات نفسها، أدي حلقة ودي حلقة ودي حلقة، يبقى عدد الحلقات نفسها يبقى 3. عدد القواعد النيتروجينية في الشكل اللي قدامي 2، لكن عدد الحلقات نفسها أدي 1 أدي 2 أدي 3. هو هنا بقى عاوز عدد الحلقات أو عدد حلقات القواعد النيتروجينية وليس عدد القواعد النيتروجينية. طيب يا دكتور، ده 4/10 لفة. لو جينا نحسبها 4/10 في 20، لأن أنت معاك 10 يمين و10 شمال، هيديك حوالي 8. يبقى كل شريط عليه 4. لو جينا نقسم DNA لشوية لفات، احنا خدنا لفة منهم وبدأنا نقسمها لأجزاء، وأخدنا بعد كده 4/10 من اللفة وليس اللفة كلها. لقينا ان كل 4/10 لفة فيها 4 نيوكليوتيدات يمين و4 نيوكليوتيدات شمال، يبقى مجموعهم كلهم 8. طيب لو انت عاوز تجيبها بالتخيل على طول، هتقول يا دكتور لما بيكون معايا 1 نيوكليوتيدة بالشكل دوت بتكون عبارة عن سكر خماسي مفيش اي مشكلة خالص، ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية، ولنقل بيورينات بتكون متصلة برضو بقاعدة بيريميدينية اللي هي حلقة واحدة. لو انا قلت لك يا دكتور ان انا معايا كل نيوكليوتيدة بيكون مقابل ليها وقصادها
3 حلقات نيتروجينية. يعني دلوقتي معايا 1 نيوكليوتيدة، حلو الكلام، بيكون متصل بيها او مقابل ليها 3 حلقات من القواعد النيتروجينية. حلو الكلام يا دكتور. يبقى كل نيوكليوتيدة بيكون قصادها 3 حلقات. لما اقول لك ان انت معاك 4 نيوكليوتيدات على الشريط الواحد، هتقول لي يا دكتور يبقى 4 في 3 اضرب مقص او اعمل مقص، 4 في 3 على 1 هتقول لي 12. ده كده بالواحد اللي هو مش شاطر رياضة خالص او ملهوش في الرياضة والجو ده. دلوقتي جبناها بالتخيل. طيب عاوزين بقى نجيبها شوية بالرياضة او نعمل عمليات معقدة اكتر. هي مش معقدة بصراحة، هي سهلة جدا، ولكن اللي يفهمها. دلوقتي معايا كل 2 نيوكليوتيدة على الشريطين طبعا بيدوني 3 حلقات نيتروجينية، لان انت عارف ان كل نيوكليوتيدة بتديك ايه؟ بتديك قاعدة نيتروجينية. واتفقنا يبقى 2 نيوكليوتيدة بيديك 2 قواعد نيتروجينية، و2 قواعد نيتروجينية بتديك 3 حلقات، لان انت معاك واحدة بيورينا واحدة بايرميدينا. ادي بيورينا وادي بايرميدينا 2، ولكن عدد الحلقات 3. مش مهم، ما تشغلش بالك خالص. المهم ان انت هتضرب ال8 اللي معاك في 3 على 2. اقسم على 2 بقى، 1 فيها ال4، 4 في 3 ب12. حلو الكلام يا دكتور. يبقى الإجابة الصح اللي معايا 4 في 3 ب12. يا دكتور أنا متلخبط دلوقتي ومش بعرف أحسب الكلام دوت. ارسمها يا حبيبي. أنا بقول لك دلوقتي إحنا معانا لفة، أخدنا 4/10 من اللفة. هتقول يا دكتور أنت معاك في اللفة الواحدة 10 يمين و10 شمال، يبقى معاك 20. فهتجيب لي اللي في ال4/10. 4/10 في 20 بحوالي 8. ارسم لنفسك لو أنت مش عارف تحسب 4 يمين و4 شمال. بعد كده هتقول يا دكتور انا عارف ان كل نيوكليوتيدة بتكون متصلة مع النيوكليوتيدة التانية، واحدة بيورينا وواحدة بايرميدينا. يبقى هنا معايا 3 حلقات، تحت برضو 3 حلقات، وبعد كده نفس الكلام برضو هتيجي تجمعهم هيطلعوا معاك في الاخر ب12. يبقى السؤال يا جماعة سهل مفيهوش اي مشكلة، هو بس عبارة عن شوية حسابات. عاوز تجيبها بالتخيل ماشي، عاوز تجيبها بالحساب ماشي برضو، مفيش اي مشاكل خالص. يبقى الاجابة الصح 4 في 3 ب12. افحص الأشكال س وصاد وعين ولام جيدا ثم أجب. أي الأشكال السابقة اللي يدخل ضمن تركيب الدي ان ايه. اتفقنا إن اللي بيدخل في تركيب الدي ان ايه سكر الديوكسيريبوز، يعني نقصنا ذرة أكسجين عن الطبيعي. يعني بدل ما أنا معايا في سكر الريبوز 5 ذرات أكسجين، بقى معايا في سكر الديوكسيريبوز 4 ذرات أكسجين. تعال نبص كده على الرسمات اللي معانا، هنلاقيهم كلهم شبه بعض ما عدا واحدة بس اللي هو زود فيها ذرة أكسجين. يبقى ديت هي الإجابة الغلط، لأن السكر المكون للدي ان ايه اللي هو سكر الديوكسيريبوز. يبقى الإجابة الغلط اللي هي رقم ص. طيب يا دكتور السؤال اللي بعد كده بيقول إذا علمت أن نسبة الثيمين على أحد أشرطة الدي ان ايه تساوي 20%، ما هي نسبة الأدينين على نفس الشريط؟ احنا اتفقنا قبل كده يا دكتور لو هو مديك شريط دي ان ايه ويحط لك عليه نسبة قاعدة نيتروجينية معينة زي الثيمين مثلا، هو بيقولك ان نسبته على احد اشرطة الدي ان ايه تساوي 20%، وليس على الشريطين. يعني عاوزك تفرق الموضوع ده. هو بيقولك ان هو على شريط واحد والله لقينا ان نسبته 20%، فانا عاوز نسبة الادينين على نفس الشريط. هل اقدر احدد نسبة الادينين؟ الاجابة يا دكتور لا طبعا، لان انت دلوقتي معاك 3 احتمالات، يا اما ادينين يا اما جوانين يا اما سيتوزين. هل تقدر تحدد النسب بتاعتهم؟ هقول لك يا دكتور والله لا، ما ينفعش الكلام دوت. ازاي؟ ما انا ممكن اقول لك ان انا معايا كل الباقي عبارة عن ادينين. حلو الكلام. ممكن اقول لك لا كل الباقي عبارة عن سيتوزين. ممكن اقول لك لا والله كل الباقي عبارة عن جوانين. ممكن اقول لك نص عبارة عن ادينين والباقي عبارة عن سيتوزين. ممكن اقول لك العكس. حلو، فهمت الفكرة. يبقى انا دلوقتي ما اقدرش احدد نسب معينة على الشريط الواحد. يبقى الاجابة الصح ان هي غير معروفة فعلا. ادرس الرسم الذي يوضح شريط لحمض نووي ثم حدد ما الذي يشير اليه الرمزين س وصاد على الترتيب. دلوقتي معانا دوت شريط دي ان ايه. زي ما احنا عارفين معانا نهاية 5 شرطة ومعانا نهاية 3 شرطة. النهاية 5 شرطة بيكون اخرها مجموعة فوسفات، والنهاية 3 شرطة بيكون اخرها مجموعة هيدروكسيد. يبقى س دوت عبارة عن مجموعة هيدروكسيد. يبقى باء دوت فوسفات غلط، وده دوت فوسفات غلط. اتبقى معايا هل هو يوراسيل ولا ثيمين. اتفقنا ان القواعد النيتروجينية اللي معايا في الدي ان ايه عبارة عن ادينين وجوانين وسيتوزين وثيمين. يبقى مش معايا اي حاجة ليها علاقة باليوراسيل، يبقى يوراسيل دوت غلط. يبقى الاجابة الصح عبارة عن هيدروكسيل وثيمين. يوراسيل ده غلط، موجود في الار ان ايه وليس الدي ان ايه.
ادرس الرسم الذي يوضح شريط لحمض نووي، ثم حدد ما الذي يشير إليه الرموز س وصاد وعين على الترتيب. احنا اتفقنا ان دوت زي الفكرة اللي قبل كده. عين ده النهاية 3 شرطة يبقى مجموعة هيدروكسيل، وسين ده النهاية 5 شرطة يبقى مجموعة فوسفات، وصاد ده قاعدة نيتروجينية. واتفقنا ان احنا مش معانا يوراسيل عشان اليوراسيل ده موجود في ال RNA. يبقى لو جينا نبص على الاختيارات، س ده عبارة عن مجموعة فوسفات، يبقى ده غلط وده غلط. وصاد ده عبارة عن قاعدة نيتروجينية ولكن مش معانا يوراسيل، يبقى الإجابة الصح الوحيدة اللي معانا اللي هي رقم د. إذا كانت النسبة المئوية للقواعد النيتروجينية في شريط DNA القالب كالآتي: الثيمين 30%، السيتوزين 10%، الجوانين 45%، الأدينين 15%. ما القاعدة النيتروجينية التي يجب أن تتواجد بنسبة 30% لإنتاج الشريط الذي يتكامل مع هذا الشريط؟ دلوقتي احنا اتفقنا إن الثيمين اللي هو 30% دايما لازم بيرتبط مع الأدينين. إذا لو الثيمين 30% أو نسبته 30%، لازم الأدينين يكون نسبته 30%، لأن لو معايا 10 ثيمين هيكون معايا 10 أدينين، لو معايا 30 ثيمين هيكون معايا 30 أدينين، يبقى نسبتهم نفس الكلام بالظبط. حلو الكلام، لأن ده شريط وده شريط تاني، يبقى النسبة اللي هتكون معايا 30% اللي هو الأدينين. لو هو غير النسب بقى وقال لك مثلا السيتوزين، لو هو عاوز نسبة السيتوزين على الشريط التاني هتقول ان الجوانين ب45 يبقى السيتوزين ب45. حلو الكلام. طب لو انا عاوز نسبة الجوانين على الشريط التاني هتقول ان السيتوزين على الشريط الاولاني ب10 يبقى على التاني الجوانين ب10. حلو الكلام. يبقى احنا اتفقنا ان الادينين بيرتبط مع الثيمين والسيتوزين بيرتبط مع الجوانين، فيبقى نسبة الجوانين قد السيتوزين ونسبة الادينين قد الثيمين. يبقى الاجابة الصح اللي معايا 30%، يبقى الادينين اللي هو رقم أ. الشكل الذي امامك يمثل جزء من تركيب DNA، افحصه ثم اجب. هو هنا مدينا لم دوت عبارة عن قاعدة نيتروجينية ذات حلقتين، يبقى ده بيورينات، يا اما ادينين يا اما جوانين. طيب التاني ده ذو حلقة واحدة يبقى بريميدينات، يبقى يا اما السيتوزين يا اما الثيمين. وده رابطة هيدروجينية ثلاثية، يبقى المرتبط معانا هنا الجوانين والسيتوزين، لأن الأدينين والثيمين بيرتبطوا مع بعض برابطة هيدروجينية ثنائية، لكن هنا ثلاثية فيبقى جوانين وسيتوزين. يبقى عين ده سيتوزين ولام ده جوانين، يبقى ده غلط وده غلط. في اختيار معانا متكرر، قاعدة من البيرميدينات أو البريميدينات وقاعدة من البيورينات، يبقى دوت هو الصح. يبقى الإجابة الصح رقم أ، وأظن إن أ هي نفسها د، يعني في نقطة متكررة. الشكل الذي أمامك يوضح أنواع النيوكليوتيدات في تركيب DNA. ما النيوكليوتيدة التي تحتوي على قاعدة السيتوزين؟ طيب يا جماعة احنا عارفين ان السيتوزين بيرتبط مع الجوانين برابطة هيدروجينية ثلاثية، يبقى هنلغي الثنائية خالص، هتبقى معاك يا اما B يا اما C. وانت عارف برضو ان السيتوزين عبارة عن حلقة واحدة يعني بايرميدينات. لو انت جيت تلاحظ هتلاقي ان هو هنا رسمهولك على اساس ان ده ذو حلقتين او بيورينات، وده عبارة عن حلقة واحدة لان ده الاصغر. يبقى الاجابة الصح اللي هو رقم B. افحص الشكل الذي امامك ثم اجب. اي البدائل التالية توافق مع القواعد النيتروجينية والروابط الهيدروجينية في الشكل؟ 1. عدد قواعد الأدينين في الشريط الأول تساوي عددها في الشريط الثاني. تعالى نحسبهم، مفيش أي مشكلة خالص. أدي 1 2 3، لكن في الشريط الثاني 1 2 يبقى مش متساويين، يبقى دوت غلط. عدد الروابط الهيدروجينية بين الشريط الأول والثاني تساوي 20. تعالى نحسبهم برضو. دلوقتي معانا الأدينين بيرتبط مع الثيمين برابطة ثنائية، والسيتوزين بيرتبط مع الجوانين برابطة ثلاثية. يبقى تعالى نحسبهم كده مع بعض. ادي ادينين 1 2 3 4 5، اضرب 5 في 2 هيديك حوالي 10. تعالى نحسب السيتوزين مع الجوانين 1 2 3، يبقى 3 في 3 يساوي 9، يبقى مجموعهم كلهم على بعض ب19، يبقى دوت غلط. يبقى الإجابة الصح اللي هو 19. طيب عدد البيورينات في الشريطين أقل من عدد البريميدينات. اتفقنا ان هو عددهم متساوي لان كل واحدة بيورينا بتتصل مع واحدة بريميدينا. حلو الكلام، يبقى مجموعهم متساوي، يبقى ده غلط. يبقى الإجابة الصح رقم د. الشكل الذي أمامك يوضح تتابع من النيوكليوتيدات في أحد شريطي DNA. افحص الشكل ثم أجب. ما هو تتابع القواعد 1 و2 و3 و4 على الترتيب كما بالشكل؟
طيب هو مديني شوية قواعد نيتروجينية، دي بتعمل رابطة هيدروجينية ثنائية، ودي برضو رابطة هيدروجينية ثنائية، يبقى يا اما الادينين يا اما الثيمين. ده الاقصر او ده الاصغر شوية، يبقى عبارة عن حلقة واحدة اللي هو البريميدينات. يبقى ده معايا هيكون الثيمين، لكن التاني هيكون الادينين. طيب ده او دول عبارة عن رابط هيدروجينية ثلاثية، يبقى يا اما السيتوزين يا اما الجوانين. اتفقنا ان الجوانين دوت اللي هو البيورينات اللي هو ذو الحلقتين، يبقى ده الجوانين لكن ده السيتوزين. تعال نبص بقى على الاختيارات بتاعتنا. احنا اتفقنا ان ده خلاص الثيمين وده الادينين. هو بيقولك ان هنا 5 شرطة وهنا 3 شرطة، هو عاوز 1 و2 و3 و4 على ترتيب، يبقى من اول 5 شرطة لحد 3 شرطة. يبقى لو انت جيت تبص على الاجابات الصح، المفروض 5 شرطة تي سي جي اي 3 شرطة، يبقى الاجابة الصح معايا هتكون رقم باء. حلو الكلام، يبقى الاجابة الصح اللي معانا رقم باء. بص على باقي الاختيارات هتلاقيها غلط. يا اما هو غير في الترتيب، يا اما هو غير في الارقام اللي هو 3 شرطة و5 شرطة. امامك توقعات مختلفة توضح كيفية ارتباط القواعد في كل درج دي ان ايه. ما الشكل او الاشكال التي تحافظ على ثبات المسافة بين شريطي دي ان ايه. اتفقنا بقى ان هو دايما بيكون في بيورين بيتصل مع بريميدين عشان تحافظ على ثبات او على عرض درجات السلم او على عرض جزيء الدي ان ايه. بالتالي دوت غلط ودوت غلط، لازم يكون في واحدة بيورينا واحدة بايرميدينا، يبقى الإجابة الصح اللي هو بي أو سي. ما الشكل أو الأشكال الذي يجعل عرض شريطي دي إن ايه واسع جدا؟ واسع جدا يبقى اللي هو رقم ايه، لأن أنت معاك دلوقتي بيورينا عبارة عن حلقتين وبيورينا كمان عبارة عن حلقتين، يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ايه. الشكل الذي أمامك يوضح 5 أنواع من القواعد النيتروجينية، وشكل آخر يوضح أوجه الاختلاف والشبه بين دي ان ايه وار ان ايه. ادرسهم ثم أجب. ما الذي يمكن استنتاجه عن س؟ طيب اللي معانا ده عبارة عن ار ان ايه، لأن هو عبارة عن سكر الريبوز وليس الديوكسي ريبوز، وبيتكون من شريط واحد. وبرضه ان هو بيحتوي على اليوراسيل، واليوراسيل مش موجود في الدي ان ايه. لكن الناحية التانية سكر الديوكسي ريبوز دوت دي ان ايه عبارة عن شريطين برضه مفيش أي مشاكل، وبيحتوي على الثيمين موجودة في الدي ان ايه وليس الار ان ايه. طيب اللي في النص ده الحاجات المشتركة بينهم، الاتنين عبارة عن حمض نووي. ده صح، ولكن الاتنين مش بيحتوي على اليوراسيل. الار ان ايه بس هو اللي فيه يوراسيل يا جماعة، دي شطوبة خالص. وبرضو ان هما الاتنين بيحتووا على مجموعة فوسفات. اي نيوكليوتيد سواء الدي ان ايه والار ان ايه بيحتووا على مجموعات فوسفات. وبرضو ان هما بيحتووا على الادينين والجوانين مشتركين في الاتنين، والسيتوزين برضو مشتركين في الاتنين. طيب ما الذي يمكن استنتاجه عن س؟ هل هو فوسفات فقط؟ لا، لان في حاجات تانية مشتركة بينهم، احد قواعد البريميدينات واحد قواعد البيورينات. دوت غلط برضو لان المشترك 2 بيورينات الادينين والجوانين، وبرضو السيتوزين ده من البريميدينات. طيب فوسفات وقاعدتين مختلفتين من البيورينات، دوت صح برضو لان الاتنين فيهم ادينين وجوانين. طيب احد قواعد البيورينات فقط، دوت غلط، يبقى الاجابة الصح اللي هو رقم ج. من خلال الشكل الذي امامك، ما التتابع الصحيح لقواعد دي ان ايه على الشريطين؟ طيب احنا معانا دي رابطة هيدروجينية ثلاثية، اتفقنا ثلاثية يبقى يا اما جوانين يا اما سيتوزين. طيب دي الاطول معايا، يبقى دي كده بيورينا او ذات حلقتين، يبقى ده كده جوانين وده كده سيتوزين. طيب فوق العكس ده جوانين وده سيتوزين. طيب دي رابطة هيدروجينية ثنائية، يبقى يا اما ادينين يا اما ثيمين. اتفقنا ان الادينين دوت اللي هو ذو حلقتين، يبقى ده الادينين الطويل ده الادينين وده الثيمين. فوق العكس يبقى ده الثيمين وده الادينين، ومعاك ده 5 شرطة ل3 شرطة، وده برضو 5 شرطة ل3 شرطة من الناحية التانية. ابدأ رتبهم بقى واختار الإجابة الصح، ما فيهاش أي مشكلة خالص. هو الفكرة في السؤال إن أنت تجيب القواعد النيتروجينية، فأنت بقى بص شوف إيه الاختيار الصح. ولكن عموما الإجابة الصح هتلاقيها، وتعالى نبص مع بعض. 5 شرطة المفروض A T بعد كده C بعد كده G، يبقى ده صح كده. والناحية التانية 3 شرطة المفروض T A G C، يبقى دوت هو الإجابة الصح اللي هو رقم ألف. أي الكائنات تعطي نتائج تختلف عما توصلت إليه فرانكلين عند استخدام تقنية حدود أشعة إكس خلال مادتها الوراثية؟ اتفقنا إن هي استخدمت دي إن إيه. طيب فيروس لقمات البكتيريا دوت عبارة عن دي إن إيه، يبقى ده صح. بكتيريا التهاب الرئوي دوت برضو دي إن إيه، ده برضو دي إن إيه. لكن فيروس شلل الأطفال ده عبارة عن ار إن إيه، بالتالي هو الإجابة الغلط. يبقى الإجابة الغلط أو الاختيار الصح اللي هو رقم د.
الشكل أمامك جزء من شريط دي ان ايه مزدوج الشريط. ما النسب المئوية ل A و T و C و G في اللولب المزدوج على ترتيب. طيب معايا دوت أدينين يبقى بيكملوا الصيمين، معايا ده السيتوزين يبقى بيكملوا الجوانين، التي مع التي مع الاي، الاي مع التي، والجي مع السي. تعالى كده نحسب النسب بتاعتهم. مثلا الأدينين أدي 1 أدي 2 أدي 3، يبقى 3 على المجموع بتاعهم كلهم اللي هم 10، يبقى 3/10 يعني حوالي 30%. واحنا اتفقنا ان الأدينين بيساوي الصيمين، يبقى الأدينين 30% والصيمين 30%. يبقى الإجابة الصح من غير ما نكمل اللي هو رقم ج. افحص أشرطة دي ان ايه التي أمامك ثم أجب. ما الشريطان اللذان يمكن استخدامهما في بناء لولب دي ان ايه؟ احنا اتفقنا ان ما ينفعش الشريطين يكونوا ماشيين في نفس الاتجاه، او ما ينفعش مثلا واحد يكون معدول وواحد يكون معدول، ما ينفعش واحد يكون مقلوب وواحد يكون مقلوب برضو، لازم واحد معدول وواحد مقلوب. حلو الكلام يا دكتور. يبقى ما ينفعش ده، وما ينفعش 1 مع 2، وما ينفعش 3 مع 4. ده اول حاجة. طب تاني حاجة يا دكتور، احنا اتفقنا ان لازم قاعدة بيورينية اللي هي ذات حلقتين تكون متصلة مع قاعدة بايريميدينية او بريميدينية. يعني دايما يكون معاك 3 حلقات، او عرض درجات السلم 3 حلقات. ما ينفعش اشوف المنظر ده، ما ينفعش اشوف المنظر ده برضو. حلو الكلام. تعال نبص على الاختيارات كده. اول حاجة 1 و3. طيب تعال نشوفهم. 1 و3، واحد معدول واحد مقلوب. طيب تعال نشوف القواعد اللي قصاد بعض. ده عبارة عن حلقتين، ده عبارة عن حلقة، ده حلقتين، ده حلقة، ده حلقة، ده حلقتين، وده حلقة، وده حلقتين. يبقى هتلاقي ان دايما في واحد عبارة عن حلقتين وفي واحد عبارة عن حلقة واحدة. يبقى دوت هو الصح. هتبص على باقي الاختيارات هتلاقي في مشاكل، زي مثلا ان انت تلاقي واحد عبارة عن حلقتين وقصاده واحد عبارة عن حلقتين، او ان انت تلاقي واحد عبارة عن حلقة قصاده واحد عبارة عن حلقة. دي كلها مناظر ما تنفعش، ده كله غلط. يبقى الاجابة الصح اللي هو رقم الف. السؤال اللي بعد كده، إذا احتوت قطعة دي إن إيه مزدوجة الشريط على 200 نيوكليوتيدة، وكانت نسبة النيوكليوتيدات التي تحتوي على قاعدة الأدينين 15%، ما عدد الروابط الهيدروجينية التي توجد بين القواعد النيتروجينية في هذه القطعة؟ طيب هو قال لنا إن إحنا معانا 200 نيوكليوتيدة، وقال إن نسبة الأدينين 15%. طيب يا دكتور نسبة الأدينين 15%، يبقى نسبة الصيمين 15%، لان دايما الصيمين مرتبط مع الادينين. لما اقول لك ان احمد دايما مصاحب محمد، فمطرح ما هلاقي احمد هلاقي محمد. لو معايا 15 احمد هلاقي 15 محمد. نفس الفكرة بالظبط، معايا 15 ادينين هلاقي برضو 15 صيمين. طيب شيل النسبة دي والنسبة دي، هيتبقى معاك 70%. وزعهم بقى على السيتوزين والجوانين اللي اتبقوا معانا. يبقى السيتوزين ياخد 35 والجوانين ياخد 35. كده جبنا النسب. عاوزين بقى نجيب الأرقام أو العدد. الأدينين عدده يساوي 15% اللي معانا، لأن هو بيمثل 15%. اضربها في 200، ده نفسه 15 على 100. شيل صفرين مع صفرين، اضرب 2 في 15، هيطلع معاك في الآخر الناتج حوالي 30. يبقى احنا كده جبنا عدد الأدينين اللي هو حوالي 30. طيب يا دكتور انت عارف ان الأدينين ده بيكون رابطة هيدروجينية ثنائية مع الصيمين طبعا، ولكن اعتبر الصيمين مش موجود. المهم ان مطرح ما هتلاقي الأدينين هتلاقي رابطة هيدروجينية ثنائية. يبقى لو معايا 1 أدينين هاتلي عدد الروابط الهيدروجينية، هتقولي يا دكتور 2. طيب لو معاك بقى يا دكتور 30 وحدة أدينين، هتقولي هضرب مقص 2 في 30 على 1، يبقى معاك 60 رابطة هيدروجينية. يبقى الأدينين اللي معايا بيكون 60 رابطة هيدروجينية. تعال بقى نحسب عدد السيتوزين. السيتوزين يا دكتور قلنا ان هو حوالي 35%، يعني 35 على 100. اضربها في 200 اللي معايا، صفرين مع الصفرين، 2 في 35 بحوالي 70. يبقى معايا 70 سيتوزين. طيب احنا قلنا يا دكتور ان السيتوزين بيكون 3 روابط هيدروجينية مع الجوانين، اعتبر الجوانين مش موجود خالص. مطرح ما هتلاقي السيتوزين هتلاقي 3 روابط هيدروجينية. يبقى لما اقول لك ان انا معايا والله واحدة سيتوزين، واحد سيتوزين، هتقول لي يا دكتور معاك 3 روابط هيدروجينية. طيب يا دكتور لما اقول لك ان انا معايا 70 سيتوزين، هتقول لي يا دكتور اضرب مقص 3 في 70 على 1، يبقى 3 في 70 ب 210 على 1، 210
روابط هيدروجينية. يبقى أنا كده جبت كل الروابط الهيدروجينية الممكنة اللي بيكونها الأدينين مع الثيمين واللي بيكونها السيتوزين مع الجوانين. ده قلنا إن هو ب60 وده قلنا إن هو ب210. تعال اجمعهم يا دكتور، هيطلعوا معاك ب270. دلوقتي أنا جبتها لك بأكتر من طريقة، افهمها بالطريقة المناسبة ليك. لو أنت عاوز تتخيلها ماشي، وده الطريقة اللي أنا بحبها. لو أنت عاوز تحسبها بالحسابات برضو مفيش أي مشكلة خالص. يبقى الإجابة الصح 270. توصل العالم تشارجاف بتحليل كيميائي للدي ان ايه من مصادر مختلفة أن قواعد البريميدينات تساوي قواعد البيورينات. أي استنتاجات واتسون وكريك تتفق مع نتائج تشارجاف؟ طيب هو بيقول إن البيورينات تساوي البريميدينات، يبقى الأدينين زائد الجوانين يساوي السيتوزين زائد الثيمين. حلو الكلام يا دكتور. تعال نبص على الاختيارات اللي معانا. أحد شريطي دي ان ايه في وضع معاكس الآخر ملوش أي علاقة خالص. يحدث ارتباط بين الأدينين والثيمين وبين الجوانين والسيتوزين، هو اللي صح. لما أقول لك إن الأدينين دايما مرتبط مع ثيمين والجوانين دايما مرتبط مع سيتوزين، أحمد دايما مرتبط مع محمد، يبقى كل ما تلاقي أحمد هتلاقي محمد. إذا نسبة الأدينين أو عدد الأدينين يساوي عدد الثيمين. تعال نستنتجه هنا. الأدينين يساوي الثيمين. نفس الكلام برضو الجوانين يساوي السيتوزين. تعال جمع المعادلتين مع بعض، هتلاقي ان الادينين مع الجوانين يساوي الثيمين مع السيتوزين، المطلوب اثباته. يبقى هو اللي صح. الباقي كله ملوش اي علاقة خالص بتشارجاف. يبقى الاجابة الصح اللي معايا اللي هي رقم ب. افحص الاشكال س وصاد وعين ولام جيدا ثم اجب. اي الاشكال السابقة توافق مع نموذج واتسون وكريك لتركيب جزيء الدي ان ايه؟ طيب احنا اتفقنا ان واتسون وكريك قالوا ان جزيء الدي ان ايه عامل شبه السلم، وقالوا ان القواعد النيتروجينية بتمثل درجات السلم، وقالوا برضو ان الادينين بيرتبط مع الثيمين برابطة هيدروجينية ثنائية، وان السيتوزين بيرتبط مع الجوانين برابطة هيدروجينية ثلاثية. لو انت جيت تبص على كل الرسومات اللي معاك هتلاقي ان الوحيدة اللي فيها التفاصيل دي اللي هي رقم عين. يبقى الإجابة الصح معايا رقم عين، هي اللي واضح فيها كل تفاصيل الروابط الهيدروجينية. واضح فيها برضو ان السيتوزين مع الجوانين دايما والادينين مع الثيمين دايما. بص على الباقي هتلاقي التفاصيل دي مش موجودة معانا. يبقى الإجابة الصح رقم عين. افحص الشكل المقابل ثم اجب. ما النسبة بين عدد حلقات القواعد في الشكل إلى عدد درجات اللولب المزدوج؟ طبعا احنا اتفقنا ان عدد حلقات القواعد غير عدد القواعد نفسها. لو انت جيت تعد عدد حلقات القواعد، دي بيورينا يبقى 2 ومعاها واحدة بيرميدينا يبقى 3، يبقى ده 3 وده 3 برضو، يبقى عددهم 6. لكن عدد درجات اللولب المزدوج ادي 1 ادي 2، يبقى 6 إلى 2 هي نفسها 3 إلى 1. الإجابة الصح 3 إلى 1. الشكل الذي أمامك يمثل أحد شريطي قطعة دي إن إيه المزدوجة الشريط. أي البدائل التالية صحيحة عن هذه القطعة؟ يبقى هو هنا بيسأل يا جماعة عن القطعة كاملة اللي هي عبارة عن شريطين، لأنه قال لك إن قطعة دي إن إيه مزدوجة الشريط. مش بيسأل عن الشريط اللي هو قدامك، بيسأل عن القطعة بالكامل اللي هي عبارة عن شريطين. طيب تعال نكمل القطعة اللي معانا. ده الجزء اللي هو رسمه اللي هو عبارة عن جوانين. روح كمل بقى الشريط المكمل ليه اللي هو عبارة عن سيتوزين. تعال نبص على الاختيارات. تمثل لفة كاملة؟ لا طبعا، لأن أنت معاك 5 على كل شريط. اللفة الكاملة عبارة عن 10 على كل شريط، يعني عدلي 10 هنا و10 هنا، لكن اللي هتلاقيه معاك هنا 5، يبقى غلط. لفة كاملة ده غلط برضو. تمثل نص لفة ده صح، ده صح. تعال نبص على باقي الاختيارات. وعدد القواعد ثنائية الحلقة ثلاثية الروابط الهيدروجينية 10. تعال افهمك هو عاوز يقول ايه. ثلاثية الروابط الهيدروجينية ده يعني ان السيتوزين والجوانين بينه 3 روابط هيدروجينية، ودوت مفيهوش اي مشكلة. ولكن هل عدد القواعد ثنائية الحلقة ثنائية الحلقة اللي هي الجوانين هنا هل عددهم 10؟ لا طبعا، عددهم 5. انا معايا 5 جوانين. طيب تمثل نص لفة وعدد القواعد أحادية الحلقة ثلاثية الروابط الهيدروجينية 5. أحادية الحلقة ثلاثية الروابط الهيدروجينية يقصد بيها السيتوزين، عددهم 5 فعلا، مفيهوش أي مشكلة خالص. يبقى الإجابة الصح رقم ج. الشكل الذي أمامك يوضح تركيب جزء من دي ان ايه. افحصه ثم أجب. أي مما يلي لا يدخل في تركيب تي ار ان ايه؟ طيب يا دكاترة، أي ار ان ايه عموما مش بيكون فيه سكر الديوكسي ريبوز ومش بيكون فيه ثيمين. تعال نبص على الرسمة بتاعتنا. ده عبارة عن سكر الديوكسي ريبوز، لأن احنا هنا في دي ان ايه. 3 عبارة عن جوانين، لأن السيتوزين بيرتبط مع جوانين
و4 ده سيتوزين، و2 ده صيمين. يبقى اللي مش معايا اللي احنا اتفقنا عليه الصيمين وسكر الديوكسيريبوز. يبقى الإجابة الصح 1 و2. توصل العالم تشارجاف بالتحليل الكيميائي ل DNA إلى مجموعة من النتائج. أي استنتاجات واتسون وكريك تتفق مع نتائج تشارجاف؟ ترتبط دائما قواعد الأدينين مع الصيمين بثلاث روابط هيدروجينية. غلط طبعا ب2. كمية الأدينين والجوانين لا تساوي كمية الصيمين والسيتوزين. اتفقنا ان البيورينات اللي هو الأدينين والجوانين يساوي البيرميدينات اللي هي السيتوزين والصيمين. يبقى دوت غلط طبعا لان هما الاتنين متساويين. ليس شرط ان كمية الأدينين والصيمين تساوي كمية الجوانين والسيتوزين. اتفقنا طبعا ان دوت مش شرط فعلا، يعني الأدينين زائد الصيمين مش شرط ان هو يساوي الجوانين زائد السيتوزين، اللي احنا قلنا ان الأدينين يساوي الصيمين والجوانين يساوي السيتوزين. فلما تيجي تجمعهم يبقى الأدينين زائد الجوانين يساوي الصيمين زائد السيتوزين. يبقى دوت مش شرط خالص، يبقى ده صح. ترتبط دائما قواعد الجوانين مع السيتوزين برابطتين هيدروجينيتين. اتفقنا ان الجوانين بيرتبط مع السيتوزين برابطة هيدروجينية ثلاثية او بثلاث روابط هيدروجينية. يبقى دوت غلط برضو. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم ج. الشكل الذي أمامك يوضح تسلسل المادة الوراثية. افحصه ثم أجب. إذا علمت أن عين شكل الكروموسوم في الطور الاستوائي من انقسام الخلية م، أي البدائل التالية توافق مع المادة الوراثية داخل نواة الخلية لام. طيب يا حبايبي، الفكرة دي كنا قلناها قبل كده. لو أنا معايا خلية بيكون فيها عدد معين من الكروموسومات، قبل انقسام الخلية مباشرة بتدخل في شوية مراحل، منها المرحلة الاستوائية اللي بتبدأ المادة الوراثية فيها تتضاعف. يعني بدل ما أنا معايا كروموسومات أحادية الكروماتيد تبدأ تتحول لثنائية الكروماتيد بالشكل دوت. الكروموسوم أحادي الكروماتيد اللي هو ده، ثنائي الكروماتيد اللي هو ده، نفس عدد الكروموسومات بالظبط، ولكن بدل ما هو أحادي بقى ثنائي. يعني إيه ثنائي يا دكتور؟ يعني في 2 كروماتيد في 2 جزيء DNA، واللي هو ضعف المادة الوراثية. وأظن إن هو يقصد بالخلية لام دي اللي هي الخلية بعد تضاعف المادة الوراثية، لأن هو هنا الأرقام مش موجودة أو هو مكتبهاش، أو أظن الطباعة اللي فيها مشكلة. لكن تعال نبص على الاختيارات. عدد الكروموسومات ضعف عدد جزيئات DNA. لا طبعا، عدد جزيئات DNA هو اللي ضعف عدد جزيئات الكروموسومات. عدد الكروموسومات يساوي عدد جزيئات DNA. لا بقى، احنا اتفقنا ان هو في الطور الاستوائي بيبدأ DNA والكروماتيدات عددها يتضاعف. طيب عدد جزيئات DNA ضعف عدد الكروموسومات، دوت هو اللي صح. لا توجد علاقة بين الكروموسومات وجزيئات DNA، دوت غلط. يبقى الإجابة الصح رقم ج. والفكرة دي قلناها قبل كده في الدرس الأول وشرحناها بالتفصيل الممل، يعني سواء الانقسام الميوزي او الميتوزي شرحناه. فلو انت مش فاهم لحد حالا يا ريت استأذنك ترجع تسمع الدرس الاول. اي الحالات التالية لا تحتاج لعمل انزيمات بلمرة DNA؟ احنا اتفقنا ان انزيمات البلمرة بحتاجها لما يحصل تضاعف للDNA. بدل ما انا معايا جزيء واحد يبقى معايا 2، 1 2 بالشكل ده. طيب امتى احتاج الكلام ده، او امتى احتاج اعمل تضاعف للDNA؟ احد الامثله على الموضوع دوت قبل انقسام الخليه. يعني لو انا معايا خليه 2 نون وهتنقسم انقسام ميتوزي، كل واحده تدي 2 نون، فانا محتاج ان انا اضاعف الماده الوراثيه ل4 نون بحيث كل خليه تاخد 2 نون. يبقى دوت احد الامثله اللي معانا. يبقى الانقسام الميتوزي دوت من الامثله اللي لازم يحصل فيها تضاعف للماده الوراثيه. طيب تعال نبص على الاختيارات. تكوين امهات المني، دوت صح طبعا لان هي بتيجي بانقسام ميتوزي. تكوين امهات البيض برضو نفس الكلام، انقسام ميتوزي. انقسام الزيجوت برضو نفس الكلام، لان لو انا معايا الزيجوت بيبدا ينقسم والخلايا بتبدا تزيد في العدد، فده انقسام ميتوزي، يبقى دوت صح. طيب تكوين الخلايا المنويه الاوليه، دوت غلط طبعا لان الخلايا المنويه الاوليه مجرد ان هو امهات المني بدات تخزن الغذاء، وبالتالي ما حصلش اي انقسام او تضاعف عادي، فبالتالي ما حصلش انقسام ميتوزي، فانا مش محتاج ان انا اشغل انزيمات بلمرة DNA، يبقى دوت غلط. يبقى الاجابه الصح اللي هي رقم ج. لكن الباقي كله انقسام ميتوزي او حاجه فيها انقسامات، فبالتالي محتاج انزيم بلمرة DNA عشان اعمل تضاعف الماده الوراثيه وابدا اوزعها بالتساوي على الخلايا. يبقى الاجابه الصح رقم ج. افحص الشكل الذي امامك ثم اجب. ما المقصود بالعمليه س؟ طيب يا جماعه دي كروموسومات، نفس الفكره اللي احنا عدناها 20 مره.
الكروموسوم بقى كروموسوم برضه، ولكن اتحول بدل ما هو أحادي الكروماتيد إلى كروموسوم ثنائي الكروماتيد، وبالتالي في 2 جزيء دي ان ايه، يعني حصل تضاعف في جزيئات الدي ان ايه. يبقى الإجابة الصح اللي هي تضاعف، لكن نسخ لأ طبعا، استنساخ لأ، ترجمة لأ. الإجابة الصح رقم د. إذا علمت أن الكروموسوم يتكون من كروماتيد واحد قبل تضاعف الدي ان ايه، وبعد التضاعف يصبح الكروموسوم مكونا من 2 كروماتيد، الشكل المقابل يوضح إحدى الخلايا في بداية مرحلة الانقسام، ما الذي يمكن استنتاجه من الرسم؟ طيب يا دكتور، زي ما اتفقنا قبل انقسام الخلية بتبدأ المادة الوراثية تتضاعف، بدل ما الكروموسوم أحادي الكروماتيد يبدأ يتحول لكروموسوم ثنائي الكروماتيد بالشكل ده. فلو انت لاحظت دوت مظبوط ودوت مظبوط وده مظبوط، لكن ده اللي فيه مشكلة، التضاعف حصل بشكل مش مظبوط، أو حصل مشكلة في تضاعف المادة الوراثية. فبالتالي الخلية اللي هي ناحية الشمال هتاخد كمية دي ان ايه أقل أو مادة وراثية أقل من الخلية اللي هي تتكون ناحية اليمين. تعال نبص على الاختيارات. ما الذي يمكن استنتاجه من الرسم؟ تحتوي الخليتان الناتجتان على نفس كمية الدي ان ايه، ده غلط. حدوث خلل في عملية تضاعف دي ان ايه، ده صح. حدوث تضاعف المحتوى الجيني قبل الانقسام، دوت غلط طبعا، لأن هو ما حصلش تضاعف بالمعنى الحرفي، لأن في زي ما انت شايف كده في عدد أقل. تحتوي الخليتان الناتجتان على نفس عدد الكروموسومات، ده غلط برضو، لأن لو انت لاحظت، تعالى نمسح الكلام ده. الخلية اللي ناحية الشمال يا جماعة بدأت تسحب الكروموسوم ده، فبدأت تاخده ناحيتها، لكن الخلية اللي ناحية اليمين بدأت تسحب ده وده وده، كلهم متجهين ناحية الخلية دي، فأكيد عدد الكروموسومات غير متساوي بالمرة، يبقى دوت برضو غلط، يبقى ده غلط. يبقى الإجابة الصح الوحيدة اللي معايا اللي هو رقم باء، حدوث خلل في عملية تضاعف الدي ان ايه. في الشكل صاد يتم إضافة نيوكليوتيدات جديدة إلى دي ان ايه القالب، افحص الشكل المقابل ثم أجب. متى يتغير الوضع س إلى الوضع صاد؟ امتى الوضع س دوت بيبدأ يتحول للوضع صاد؟ اللي أنا شايفه إن الدي ان ايه حصل ليه تضاعف، يعني بدل لما أنا مثلا معايا 1 جزيء دي ان ايه بقى معايا 2 جزيء دي ان ايه. لو انت فاكر انا شرحت لك المعلومة دي 20 مرة قبل كده، سواء في الفيديو اللي فات او الفيديو دوت، ولكن تعال نبص على الاختيارات مفيش اي مشكلة. قبل الانقسام الاختزالي او الميوزي الثاني، لا طبعا بيكون قبل الاولاني، قبل الانقسام الميوزي الاول. طيب في نهاية الانقسام الميتوزي، لا طبعا في بداية الانقسام الميتوزي. في نهاية الانقسام الاختزالي، لا طبعا في بدايته. في الطور البيني قبل الانقسام الميتوزي، يبقى دوت بالاستبعاد هو اللي صح. طيب يا حبايبي، دي نفس الرسمة اللي أنا شرحت عليها الفكرة دي المرة اللي فاتت. دلوقتي الخلية قبل الانقسام الميوزي المفروض إن هي كانت 2 نون، بعد الانقسام الميوزي تبدأ تديك 4 خلايا، كل خلية فيهم بنون، أدي نون ودي نون ودي نون برضو ودي نون. لو أنت جيت تجمعهم هتلاقي مجموعهم 4 نون. فإزاي يا دكتور هتقول إن خلية كانت 2 نون اتحولت لخلايا مجموعهم 4 نون؟ يبقى أكيد حصل تضاعف في المادة الوراثية، واحنا اتفقنا ان المادة الوراثية اللي معانا اللي هي الدي ان ايه. حلو الكلام يا دكتور. دلوقتي كان معايا خلية 2 نون كروموسوم، كل كروموسوم احادي الكروماتيد، وكل كروماتيد طبعا فيه جزيء دي ان ايه. يبقى انت دلوقتي معاك كروموسوم عادي جدا احادي الكروماتيد، وفي برضو جزيء دي ان ايه. بعد تضاعف المادة الوراثية معاك نفس برضو عدد الكروموسومات اللي هو 2 نون كروموسوم، ولكن المرة دي اللي اختلف عدد الكروماتيدات، بقى كل كروموسوم فيه 2 كروماتيد. تعال نحسبهم كده، ادي كروموسوم فيه 1 كروماتيد و1 كروماتيد، وبالتالي برضو فيه 2 جزيء دي ان ايه. يبقى بالتالي حصل تضاعف للمادة الوراثية ولا ما حصلش؟ حصل طبعا. يبقى تضاعف المادة الوراثية يا دكتور بيحصل قبل الانقسام الميوزي. الاول ولا التاني؟ الاول يا دكتور، ده الاول وده التاني، ده رقم 1 ده رقم 2. يبقى الانقسام الميوزي بيحصل قبل او قصدي تضاعف المادة الوراثية بيحصل قبل الانقسام الميوزي، وبعد كده بقى يبدأ يحصل نفس الكلام. دي كانت 2 نون، دي كانت 2 نون تتحول لنون ونون، وبعد كده برضو نفس الكلام، نفس الكلام برضو اللي هو نون وادي نون، ولكن اللي حصل ان ده كان ثنائي الكروماتيد، كل كروماتيد فيه منفصل، بقى كل خلية احادية الكروماتيد. مش مهم التفاصيل بقى، لو انت عاوز ترجع لها تاني ارجع للفيديو الاول. ولكن الفكرة اللي عاوزين نطلع بيها من هنا ان انت دلوقتي كان معاك خلية 2 نون، فضلت 2 نون كروموسوم عادي جدا، ولكن حصل تضاعف لجزيئات الدي ان ايه اللي هو المادة الوراثية،
وبرضه حصل تضاعف لعدد الكروماتيدات. قبل ايه يا دكتور؟ قبل الانقسام الميوزي الاول وليس الانقسام الميوزي الثاني. التضاعف حصل قبل الانقسام الميوزي الاول اللي هو ده، وده التاني اللي هو اخر حاجة. يبقى الإجابة الصح زي ما اتفقنا اللي هو رقم د، في الطور البيني قبل الانقسام الميتوزي. بفرض أن إنزيم اللولب يقوم بفصل شريطي DNA بداية من A إلى D، ما الترتيب الصحيح لاتجاه عمل إنزيم البلمرة على شريط DNA أو على شريط DNA القالب اللي هو 5 شرطة 3 شرطة أثناء التضاعف؟ طيب يا دكاترة، هو قال لنا إن إنزيم اللولب بيشتغل في الاتجاه من A إلى D بالشكل ده. وفوق معانا الشريط دوت اللي هو 3 شرطة 5 شرطة، وتحت معانا الشريط ده اللي هو 5 شرطة 3 شرطة. اللي فوق ده يا جماعة يبقى الأصلي القالب، واللي تحت ده اللي هو الأصلي المعاكس. تعال نكمل بقى الخطوات بتاعتنا. احنا اتفقنا ان انزيم اللولب بيبدأ يفصل القواعد النيتروجينية، قصدي القواعد الهيدروجينية، ويبدأ يفصل الشريطين عن بعضهم. يجي وراه انزيم البلمرة زي ما اتفقنا ان هو بيشتغل دايما في الاتجاه من 5 شرطة ل3 شرطة. طيب لو انا جيت اكمل يا دكتور الشريط المكمل للشريط ده اللي هو اللي فوق ده، هلاقيه معاه بالشكل دوت، ده 5 شرطة وده 3 شرطة. فانزيم البلمرة لما يجي يشتغل عليه هيشتغل في نفس اتجاه انزيم اللولب، يبقى ده زي ما اتفقنا الشريط الاصلي القالب. طيب انزل تحت شوية، معانا الشريط ده اتجاهه 5 شرطة ل3 شرطة. تعالى اعمل الشريط المكمل ليه، هتلاقي ان هو عبارة عن 3 شرطة 5 شرطة. هيجي بقى انزيم البلمرة يشتغل، احنا اتفقنا ان هو دايما بيشتغل في الاتجاه من 5 شرطة ل3 شرطة، يعني هيمشي في الاتجاه المعاكس لانزيم اللولب. حلو الكلام. يبقى اتفقنا ان اللي فوق اللي هو الاصل القالب، واللي تحت اللي هو الاصل المعاكس. تعالى بقى نبين الاتجاهات بتاعتنا. انزيم اللولب شغال، انزيم البلمرة فوق ماشي في نفس الاتجاه، لكن تحت ماشي في عكس الاتجاه. كل ما انزيم البلمرة يا دكتور تحت يكون جزء، حلو الكلام، يكون جزء او قطعة من الدي ان ايه، يلاقي ان انزيم اللولب فك جزء اكبر، لان دوت شغال في اتجاه ودوت شغال في اتجاه تاني. فانزيم البلمرة اللي هو اشتغل في الاتجاه دوت يرجع يلف تاني ويبدأ يشتغل يكون قطعة جديدة. على ما يكون قطعة جديدة يلاقي انزيم اللولب فك قطع اكتر او فك شريط اكتر، فيرجع انزيم البلمرة يلف تاني ويرجع تاني ويكون قطعة جديدة، وتفضل العملية ماشية بالشكل دوت. يبقى انا اول حاجة كونتها بالنسبة للشريط الاصلي المعاكس القطعة بي ايه، بعد كده سي بي لفيت وكونت بي سي بي، بعد كده لفيت تاني وكونت اللي هو القطعة دي سي. يبقى الاتجاهات الصح اللي معانا بي ايه وبعد كده سي بي وبعد كده دي سي، دوت الإجابة الصح. افحص الشكل ثم أجب. أي البدائل التالية يعمل فيها الإنزيم س بمعدل أكبر؟ اتفقنا إن الإنزيم س دوت هو إنزيم اللولب. إنزيم اللولب وظيفته فك الشريطين عن بعضهم عن طريق تكسير الروابط الهيدروجينية. حلو الكلام يا دكتور. معايا مثلا قاعدة A وقاعدة T بينهم روابط هيدروجينية، يبدأ يمشي عليهم ويكسر. حلو الكلام. طيب كل ما يكون معايا عدد قواعد او عدد قصدي روابط هيدروجينية اكتر، كل ما احتاج اشتغل اكتر، ولا كل ما يكون معايا عدد روابط هيدروجينية اقل؟ كل يا دكتور لما يكون معايا عدد روابط هيدروجينية اكتر كل ما احتاج ان انا اشتغل اكتر وهياخد وقت اكتر ان انا اخلص الشغل. لما اقول لك ان في عامل مطلوب منه يكسر 1000 طوبة، حلو كلام، طبعا بياخد مجهود وقت اكتر من لو عامل هيكسر 5 طوبات. حلو الكلام. يبقى احنا دلوقتي هنستنتج ان انا لو معايا عدد روابط هيدروجينية اكتر هحتاج اشتغل اكتر وهحتاج اخد وقت اكتر او مجهود اكبر. ده بالنسبة لانزيم اللولب. فانت كل اللي هتعمله ان انت هتجيب عدد الروابط الهيدروجينية، واللي عنده عدد روابط هيدروجينية اكتر يبقى هو بياخد وقت اكتر، لكن اللي عنده عدد روابط هيدروجينية اقل بالتالي الشغل بتاعنا بيكون اقل، بالتالي بياخد وقت قياسي او وقت قليل جدا. فانت بقى احسبها مع نفسك والموضوع بسيط. السي مع الجي بتعمل روابط هيدروجينية ثلاثية، الاي مع التي بتعمل روابط هيدروجينية ثنائية، واقعد احسبهم وجمع في الاخر، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى الفكرة كلها امتى اخلص الشغل بتاعي بسرعة؟ لو في عدد روابط هيدروجينية اقل. امتى اخلص الشغل بتاعي متأخر؟ لو في عدد روابط هيدروجينية كتير. دوت الفكرة بكل بساطة. السؤال اللي بعد كده بيقول امامك 3 طرق مقترحة للعلماء لكيفية تضاعف DNA، افحصها ثم اجب. معانا الطريقة الأولانية حاجة اسمها التضاعف المشتت، معانا طريقة تانية اسمها التضاعف شبه المحافظ،
معانا الطريقة التالتة اللي هو التضاعف المحافظ. انا عاوزك تقول لي رأيك كده من اللي انت اخدته، دي هي الطريقة الصح ولا دي ولا دي؟ هتقول يا دكتور اول حاجة انت معاك شريطين من الدي ان ايه اللي هم لونهم ازرق، بنبدأ نفصلهم عن بعض بالشكل دوت بانزيمات اللولب، فكل شريط يروح في ناحية ونبدأ نكون أشرطة جديدة بالشكل دوت. فيبقى معايا النتيجة النهائية في الآخر إن أنا معايا شريط جديد هنا، قصدي شريط قديم هنا ومعاه شريط جديد، نفس الكلام من الناحية التانية، واحد قديم وواحد جديد. فيبقى الإجابة الصح اللي معايا أو الطريقة الصح اللي معايا اللي هي التضاعف شبه المحافظ اللي هو رقم 2. وعلى فكرة يا جماعة ده مش كلام استنتاج، ده أصلا كلام علمي. حتى احنا عندنا بنسمي العملية دي أو الدي ان ايه ريبليكيشن أو تضاعف الدي ان ايه حاجة بنسميها سيمي كونزرفتيف. يعني ايه سيمي كونزرفتيف؟ يعني عملية شبه محافظة، يعني بتاخد جزء من القديم وجزء من الجديد، لان انا ما كونتش جزيئات دي ان ايه جديدة بالكامل. كل اللي عملته ان انا فصلت شريطين وزودت اشرطة جديدة، لكن ستيل معايا واحد قديم اهوت واحد قديم اهو. فبالتالي الجزيئات الناتجة عبارة عن ميكس او خليط بين اشرطة قديمة واشرطة جديدة، فيبقى عملية بنسميها عملية شبه محافظة. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم 2. لكن تضاعف المشتت دوت مش معانا طبعا، والمحافظ دوت مش معانا. أي البدائل التالية الصحيحة عن س وصاد؟ دلوقتي معايا ده كروموسوم وده كروموسوم برضو، ده ثنائي الكروماتيد وفي 2 جزيء دي ان ايه، لكن ده أحادي الكروماتيد وفيه 1 جزيء دي ان ايه. تعال نبص على الاختيارات اللي معانا. عدد جزيئات دي ان ايه في س ضعف عددها في صاد. في س اللي هو دوت الكبير ضعف عددها في صاد دوت صح. طيب عدد جزيئات دي ان ايه في صاد يساوي عددها في س؟ لا طبعا. الكروموسوم صاد قصدي يحتوي على جزيء واحد دي ان ايه، فين صاد اللي هو دوت يحتوي على جزيء واحد دوت صح. طيب الكروموسوم س يحتوي على جزيء واحد دي ان ايه دوت غلط، قلنا ان هو يحتوي على 2 جزيء دي ان ايه. بقى احنا كده معانا اجابتين صح، اللي هو الكروموسوم صاد يحتوي على جزيء واحد دي ان ايه، وعدد جزيئات دي ان ايه في س ضعف عددها في صاد. يبقى معانا اجابتين صح يا جماعه، مفيش اي مشكله. ممكن يكون السؤال او الاجابات مكتوبه غلط، او ان الاختيارات يعني فيها مشكله، لكن الف وجيم دوت الاتنين صح. اي البدائل التاليه صحيحه عن تضاعف دي ان ايه؟ يلزم تضاعف دي ان ايه قبل انقسام الخليه ميتوزيا فقط. احنا اتفقنا ان هو يا اما ميتوزيا يا اما ميوزيا عادي جدا، مفيش اي مشكله. الاتنين بيحصل قبلهم تضاعف للدي ان ايه، يبقى دوت غلط. لا يلزم تضاعف دي ان ايه قبل الانقسام الاختزالي او الميوزي، دوت غلط. وقبل انقسامات الخليه ده غلط. يبقى الاجابه الصح يلزم تضاعف دي ان ايه قبل انقسام الخليه ميتوزيا او ميوزيا، دوت هو الصح. لان لو انا معايا يا جماعه خليه 2 نون وهتنقسم ميتوزيا تبدا تديك خليتين كل واحده فيهم 2 نون، بالتالي لو انت جيت تجمعهم هيطلع معاك في الاخر 4 نون، فلازم يحصل تضاعف للمادة الوراثية، بدل ما هي 2 نون تبقى 4 نون عشان ابدأ اوزعهم بالتساوي، كل واحدة تاخد 2 نون. طيب لو انقسام ميوزي يا دكتور، كل خلية 2 نون في الاخر بتديلي 4 خلايا كل واحدة فيهم بنون. لو انت جيت تجمع نفس الكلام برضو هيطلع معاك 4 نون، بالتالي لازم يحصل تضاعف المادة الوراثية ان هي تتحول ل4 نون، وبالتالي كل خلية تاخد نون. يبقى الإجابة الصح اللي هو رقم د. السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل الذي أمامك يوضح أحد العمليات الحيوية لجزء من جزيء دي ان ايه، ماذا يمثل اكس؟ طيب زي ما احنا عارفين اللي بيفصل الشريطين عن بعضهم دوت اللي هو انزيم اللولب، مفيهوش أي مشكلة خالص. يبقى الإجابة الصح رقم د. افحص الشكل المقابل الذي يوضح تأثير نوعين من الإنزيمات على دي ان ايه ثم أجب. ما الإنزيم اكس وواي على الترتيب؟ اتفقنا اللي بيكسر الدي ان ايه لنيوكليوتيدات منفصلة بالشكل ده اللي هو انزيم الديوكسي رايبونيوكليز، لكن اللي بيكسر الدي ان ايه الى شريطين منفصلين بالتالي بيفصل الروابط الهيدروجينية اللي هو انزيم اللولب. يبقى اكس دوت اللي هو انزيم الديوكسي رايبونيوكليز، وواي ده اللي هو انزيم اللولب. يبقى الاجابة الصح رقم ج. ما دور انزيمات بلمرة الدي ان ايه في بناء اشرطة الدي ان ايه الجديدة؟ 1 فصل شريطي الدي ان ايه عن بعضهما بكسر الروابط الهيدروجينية، دوت غلط طبعا انزيم اللولب. ربط قطع دي ان ايه القصيرة، ده طبعا انزيم الربط. تكوين الروابط الهيدروجينية قبل اضافة النيوكليوتيدة الجديدة للشريط الجديد، لا طبعا، لان اولا احنا بنضيف النيوكليوتيدة الاول
وبعد كده ابدا اكون الروابط الهيدروجينيه. ثانيا الروابط الهيدروجينيه مش محتاجه عشان تتكون انزيم البلمره، فيبقى الاختيار دوت غلط. اضافه النيوكليوتيدات في اتجاه النهايه 3 شرطه للشريط الجديد ولا يشارك في تكوين الروابط الهيدروجينيه، دوت صح مفيش اي مشكله. اتفقنا ان هو اتجاه شغله 5 شرطه ل3 شرطه، يبقى هو ماشي ناحيه النهايه 3 شرطه، مفيش اي مشكله خالص، ومش بيشارك في تكوين الروابط الهيدروجينيه، دوت صح برضه. يبقى الاجابه الصح رقم د. السؤال اللي بعد كده بيقول الشكل يوضح دي ان ايه في نوعين مختلفين من الكائنات الحيه، والاسهم تشير الى مناطق حدوث نفس العمليه، ما الفرق بين العمليه 1 و2؟ طيب يا دكاتره، واحد دوت او 2 قصدي عباره عن دي ان ايه ملتحم النهايات، عباره عن شريطين عادي جدا ولكن النهايتين ملتحمين مع بعض، والدي ان ايه دوت بيكون متصل مع غشاء الخليه. يعني لو معايا خليه بكتيريا او حاجه بيكون فيها دي ان ايه بالشكل دوت، وفي شريط بيكمله عادي مفيش اي مشاكل، بيلمسوا غشاء الخليه عند نقطه معينه، النقطه دي اللي بيبدا عندها تضاعف الدي ان ايه مفيش اي مشاكل خالص. يبقى ده كده بالنسبه لاوليات النواه. يبقى 2 ده خاص باوليات النواه، لكن رقم 1 ده خاص بحقيقيات النواه، وبيتم عند اي نقطه مفيش اي مشاكل خالص. بدا هنا وبدا هنا وبدا هنا، يعني مفيش نقطه معينه بيبدا من عندها، فده خاص بحقيقيات النواه. طيب ما الفرق بين العمليه 1 و2؟ واحد الناتج النهائي للعملية، طبعا غلط، لأن في الحالتين بيحصل تضاعف للدي ان ايه سواء هنا سواء هنا. طيب نوع الإنزيمات المستخدمة، غلط برضو، لأن الاتنين بنستخدم فيهم إنزيمات البلمرة أو إنزيمات بلمرة الدي ان ايه. الغرض من العملية، لا طبعا، لأن هو نفس الموضوع برضو، تضاعف المادة الوراثية. نقطة بدء العملية دوت هو اللي صح، لأن في أوليات النواة لازم ببدأ عند نقطة الاتصال مع غشاء الخلية، لكن بالنسبة لحقيقيات النواة ببدأ عند أي نقطة مفيش أي مشاكل خالص. يبقى دوت هو الإجابة الصح. ادرس الرسم الذي يوضح فقد القواعد المشار إليها أثناء تضاعف الدي ان ايه في نفس الوقت، بفرض أنه تم إصلاح هذا التلف بإضافة نيوكليوتيدتين بدلا من التالفتين. ما النسبة المئوية لإصلاح هذا العيب من القواعد التالفة لتعود إلى التركيب الأصلي؟ طيب يا دكتور، وهنا بيقول لي إن أنا كان معايا قواعد نيتروجينية حصل فيهم تلف في نفس الوقت وفي نفس الموقع، اللي هو الجي والسي اللي قصاد بعض بالشكل دوت، فهبدأ أزيلهم أو هبدأ أشيلهم من مكانهم وأحط مكانهم قواعد جديدة. طيب إيه الاحتمالات اللي ممكن تكون معايا؟ أول حاجة إن أنا أحط القواعد صح اللي هو السي والجي بالشكل دوت. تاني حاجة إن أنا أبدلهم يبقى جي وسي. تالت حاجة إن أنا أحط اي وتي بالشكل دوت. واخر حاجة ان انا احط اي وتي بالشكل دوت. يبقى دلوقتي معايا 4 احتمالات، واحد منهم صح والباقي كله غلط. يبقى نسبة الاحتمال الصح او ان انا اعمل اصلاح لهذا العيب بشكل كويس او بالشكل المطلوب 25%. ليه بقى يا دكتور؟ لان التلف حصل في نفس الموقع وفي نفس الوقت، يبقى الاجابة الصح اللي هو 25%. طيب لو سألك عن نسبة الفشل هتقول له بقى 75%، يعني نفس الفكرة مفيهاش أي مشكلة خالص. أي قطع دي ان ايه الجديدة التالية تأخر بناؤها أثناء تضاعف الدي ان ايه؟ بص يا دكتور، دلوقتي معايا إنزيم اللولب شغال في اتجاه معين عمال يفصل الأشرطة عن بعض، ومعايا في حاجة اسمها الشريط الأصلي القالب اللي بيتم بناء الشريط المكمل ليه بشكل متصل اللي هو رقم دي دوت، لأن هو ماشي على طول ورا إنزيم اللولب، فبالتالي ما عندوش أي مشكلة خالص. لكن المشكلة كلها في انزيم البلمرة اللي شغال على الشريط التاني، لان هو بيمشي في عكس الاتجاه اللي هو 5 شرطة 3 شرطة بالشكل دوت. بالتالي كل ما يكون قطعة جديدة، مثلا هنا كون قطعة جديدة، يلاقي انزيم اللولب فك جزء جديد، فيرجع يلف انزيم البلمرة ويكون قطعة جديدة، يلاقي برضو انزيم اللولب فك جزء جديد، وتفضل العملية مستمرة بالشكل دوت. كل ما يخلص جزء يلاقي انزيم اللولب عمال يفك جزء تاني، فيضطر يرجع ويلف ويكون اجزاء تانية. في الاخر هترسى على ان اخر جزء اتكون اللي هو القطعة رقم ايه. يبقى اخر حاجة اتأخرت او البناء بتاعها اتأخر اللي هو قطعة الدي ان ايه رقم ايه. في احد خلايا كائن حي حدث تغير في تركيب دي ان ايه وبعدها نسخ ام ار ان ايه من احد الشريطين، بدأت عملية الترجمة او تخليق البروتين ثم توقفت عند منتصف جزيء الام ار ان ايه. ما تفسيرك لحدوث هذه الحالة؟ طبعا زي ما اتفقنا المشكلة دي بتحصل لما بيحصل تلف في القاعدتين المتقابلتين في نفس الموقع وفي نفس الوقت، ساعتها بيحصل مشاكل مش بقدر اعوضها غير بنسبة صغيرة جدا، سواء السي والجي سواء الاي والتي. يبقى لازم يحصل او لازم يكون حصل مشكلة في القاعدتين المتقابلتين في نفس الموقع وفي نفس الوقت.
لكن الباقي كله غلط طبعا. فقدت قواعد مختلفة في أوقات مختلفة، خلاص غلط. فقدت قاعدة بيورونية ملهاش علاقة، ممكن أفقدها وأعوضها تاني، مفيش أي مشاكل خالص. فقدت قاعدتين متقابلتين في أوقات مختلفة، دوت غلط، لأن ساعتها أقدر أعوضهم، مفيش أي مشاكل. المشكلة بتحصل لما أفقد قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت في شريطي DNA. أي مما يلي لا يعد سببا لاستمرار تلف DNA. 1. تعطل إنزيمات الربط عن العمل، دوت طبعا غلط، لأن إنزيمات الربط ليها دور كبير في إصلاح العيوب أو في إصلاح التلف. إزالة أحد درجات السلم، إن أنا شلت قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت وفي نفس الموقع، يبقى دوت من أسباب التلف، فبالتالي مش معايا برضو. تعرض DNA المواد الكيميائية والإشعاع، دوت برضو من أسباب التلف، وبالتالي مش معايا. يبقى الإجابة الصح اللي هي تلف قاعدة بيورينية فقط. ساعتها مش هيحصل تلف للDNA، اقدر اعوضها بواحده شبهها، مفيش اي مشكله خالص. لان لو انا مثلا معايا A والT او معايا C والG، لو كسرت اي واحده فيهم في واحده بتكملها، نفس الكلام هنا برضو، فاعوض الواحده اللي باظت، مفيش اي مشاكل خالص. يبقى الاجابه الصح اللي هو رقم ج. اي مما يلي ايجابيا في اصلاح عيوب الDNA. طيب يا دكتور، امتى يكون اصلاح العيوب بشكل ايجابي؟ لو انا دلوقتي معايا قواعد نيتروجينيه حصل فيها تلف بس مش في نفس الموقع وفي نفس الوقت، يعني لو كسرت الثيمين اقدر استبدله بثيمين عادي جدا. طيب لو معايا ثيمين وكسرت الادينين اقدر استبدله بادينين عادي جدا، مفيش اي مشكله. المشكله تحصل لما اروح اكسرهم في نفس الموقع وفي نفس الوقت، ساعتها يتم التعامل مع اصلاح العيوب بشكل سلبي او ما اقدرش اتعامل معاها. توافر اعداد كبيره من البيورينات، دوت مش بيحل المشكله. لو انا معايا دلوقتي الادينين والثيمين متكسرين، زياده عدد البيورينات مش هيعمل لي اي حاجه او مش هيصلح المشكله. ارتفاع درجه حراره الجسم، دوت اصلا بيزود المشكله. طيب تلف قاعدتين ادينين وثيمين متقابلتين في اوقات زمنيه مختلفه، ساعتها بقدر اتعامل، مفيش اي مشاكل خالص. ان انا لو معايا ثيمين ولكن الادينين كسر، ببدأ اعوضه لان انا معايا الثيمين، والعكس صحيح برضو، مفيش اي مشاكل خالص. طيب نقص الاحماض الامينيه في الخليه، دوت مش بيحل المشكله، يبقى الاجابه الصح اللي هو رقم ج. احنا دلوقتي بنتكلم في اصلاح عيوب الDNA، يبقى المشكله اللي معايا ان هو يحصل تلف في القاعدتين المتقابلتين في نفس الموقع وفي نفس الوقت. لكن الموضوع عشان يتم بشكل ايجابي لازم يحصل التلف، ولكن في اوقات مختلفه. يعني لو كسرت ده يبقى معايا ده، طيب لو كسرت ده يبقى معايا ده، وهكذا. يبقى ده كده يا دكاترة بالنسبة للدرس التاني في الDNA. أتمنى بإذن الله الدنيا تكون واضحة ومفهومة. لو حد عنده أي مشكلة في الدرس دوت أو أي نقطة ما كانش فاهمها يبعت لي، مفيش أي مشاكل خالص. وأشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.